بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه السادسه من الخرز الحضاري. زي ما قلت ان فهمتوا بقى طبعا انتوا ان كانت دي جول كان عنده فكره عبقريه، وهو ان نخلي الدبابه هي السلاح الرئيسي في الحرب. وده العالم كله مشي على كده بقى من لحد دلوقتي، يعني الدبابه هي السلاح الرئيسي في كل الجيوش العالميه. طبعا الطيارات بقى لما اتقدمت قوي بقت خدت محل الدبابه، لان الطياره اسرع وبتضرب صواريخ مداها اطول، وبالتالي فالطيارات، بس الطيارات عيبها انها غاليه جدا. مش اي دوله تقدر يبقى عندها، يعني مصر عندها 1000 طياره مثلا، 1100 طياره، كلام فارغ. يعني ما هواش الرقم يعني اللي يقدر يحسم الحروب، واغلبها طيارات ميج روسي قديمه. لكن مثلا شوف اسرائيل عندها الاف 35 طياره الشبح، عندها بالنسبه لعدد سكان اسرائيل عندها يكون 1500 طياره. تخيل مصر كلها عندها 1000 طياره ولا 1100 طياره، اسرائيل عندها 1500 طياره من اعلى انواع الطيارات في العالم، مزوده بقنابل. في عندهم القنابل الاعماق دي اللي هي بتدك الحصون وبتدك. فالطياره يعني ايه الطياره والدبابه، يعني الطياره ما لغتش الدبابه، لان انت لازم برضو بعد ما تضرب لازم الجنود بتوعك يروحوا. هيروحوا ايه؟ ماشيين؟ لازم يروحوا جوه دبابه، الدبابه بتحميهم وفي نفس الوقت هي فيها مدافع متعدده العيارات. في حاجه مدفع 150 مللي او 100، اللي هو بيضرب على بعد 20 30 كيلو. تخيل 20 30 كيلو. وفي المدافع بقى الصغيره والرشاشات والمش عارف ايه، والجنود اللي جوه دول عندهم يعني الدبابه دي جيش متحرك لوحدها. فطبعا اسرائيل بتعتمد على الطيارات الحديثه وعددها كبير جدا، والدبابات. الدول العربيه للاسف ما عندهاش الوفره في هذا السلاح العدد ده على فكره. يعني مثلا نيجي نتكلم عن نكبه 48، 5 دول عربيه بتحارب اسرائيل. ايوه، بس 5 دول عربيه، اسرائيل كانت من حيث العدد ضعف عدد كل الجيوش العربيه. تخيل يعني مصر بعتت جيش، والعراق وسوريا ومش عارف ايه، 5 جيوش لما تجمع كل قوتهم ما تجيش نص الجيش الاسرائيلي. فطبعا كان لازم الجيش الاقوى. وبعدين الجيش الاسرائيلي كان عنده اسلحه احدث. اذا كان الجيش المصري الملك فاروق جاب لهم اسلحه حديثه، قال لك دي اسلحه فاسده، لان هم ما اتدربوش عليها. قال لك ايه دي فاسده؟ فاسده ايه يا ابني؟ دي حديث. وده اللي قاله الفريق الشاذلي، مش انا اللي بقول الكلام دوت. ف نرجع بقى لاليزابيث. فاليزابيث عملت المدافع اللي هي ايه؟ من الحديد، الدكتايل. المدافع دي عمل بيها ايه بقى؟ قالت لا، بدل ما الاسبان بيحاربونا بيحولوا الحرب البحريه الى حرب بريه، لا، احنا نرجعها حرب بحريه. يعني ايه؟ نضربهم من بعيد بالمدافع. فكانت السفينه الانجليزيه عندها هنا مثلا 20 مدفع مثلا، وهنا 20 مدفع، تقوم عامله جنبها كده، تقوم ضربه 20 طلقه، وبعدين تلف كده وضربه ال 20 طلقه، تكون المدافع تانية اتلقبت، ترجع تاني 20 20 20 كده. طبعا فشخوا الاسطول الاسباني الارماده، والانجليز هزموا. من ساعتها بقى اسبانيا خرجت من التاريخ خلاص، لحد دلوقتي كده بقت دوله عاديه يعني. ومش بس كده، لا، استولوا كمان على امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. تخيل، يعني في ضربه واحده اليزابيث دي حولت انجلترا الى دوله عظمى، او الدوله العظمى الاولى في العالم. يعني وهي فضلت كده لحد ما ظهرت امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه، خدت مكانها يعني. الست العظيمه دي حكمت 45 سنه، وبعدين لما لقت وما اتجوزتش، وقالت انا اتجوزت انجلترا، انا ام انجلترا، الشعب الانجليزي كان بيقولها يا امي، امنا. فهي حست ايه اما حكمت 45 سنه؟ الشعب الانجليزي بدأ يزهق. هي جالها الشعور كده، الناس ملت. وبعدين كل الناس اللي حواليها بقى، الامراء والنبلاء وبتاع، اللي مات بقى واللي عمل، وبقى في اجيال جديده. الست دي قبل ما انسى هي اللي طلعت شكسبير. الناس ناسيه، في ناس تقول لك ايه، كل الناس عارفين شكسبير، لكن حد عارف الملك اللي كان اثناء شكسبير؟ جاتكوا 60 نيله. ايوه، شكسبير الملكه اهم من شكسبير. اليزابيث هي اللي اديته يا بابا. شكسبير ده كان زي وزير الثقافه عند اليزابيث. هو واحد تاني مش مشهور عندنا اللي انه مات، اسمه مارلو. مارلو ده كان اقوى من شكسبير في الادب. دول كانوا زي وزير الثقافه ووزراء الثقافه عند اليزابيث، وهي اللي كانت بتقول لشكسبير المسرحيات، وهي كانت بتدي له، يعني بتدي له ملاحظات، تقول له اتكلم عن كذا واعمل كذا واتكلم عن كذا، وكانت بتروح تحضر المسرحيات نفسها الملكه. ده كان بتقول له علم الشعب الانجليزي، علم الشعب الانجليزي السياسه، وعلمه السياسه الدوليه، وعلمه الحروب، وعلمه ايه الدنيا وايه. يعني هي كانت بتتخلي شكسبير ده هو ايه؟ معلم
لذلك المسرح الشكسبيري مسرح تعليمي لزمنه، بيعلم الشعب الانجليزي الدنيا فيها ايه. ما هو كانوا جهله بقى فلاحين يعني كان الانجليز اغبياء مش زي دلوقتي كده يعني، عبط كده. فعلمتهم ايه الدنيا وايه الملوك وايه السياسه وايه الدول، والدنمارك ايه واسبانيا ايه وايه والدنيا يعني. فشكسبير ده كان معلم للشعب الانجليزي من قبل الملكه، هو ومارلو. مارلو كان استاذه، بس مارلو عيبه ان هو كان فقير. فالمخابرات اللي بتاعت الملكه اليزابيث جندته، ودي مشكله كبيره جدا، تجنيد الفنانين او الناس دول. يعني شوف مأساة سعاد حسني ايه، ان المخابرات جندتها. يعني دي مأساة سعاد حسني. كانوا عايزين يجندوا عمر الشريف، عمر الشريف قال الكلام دوت. فدي اسوأ حاجه بتحصل، ان المخابرات في اي دوله بتحاول تجند الناس دي، الفنانين والادباء والكتاب لان دول بيقول لك دول ليهم تاثير كبير، فاحنا ممكن نستغل التاثير ده. يعني هي المخابرات المصريه ما جندت سعاد حسني ليه؟ لان ليها جمهور كبير جدا بالذات في الدول العربيه. فلما يجي واحد زائر في مصر، ها، يبعتوا له سعاد حسني تقضي معاه وبتاع، وتعرف منه الاسرار، وتعرف، عارف انت فيلم سعود اللي هو نفس الكلام يعني. دمروا حياتها هي يعني غصب عنها، لانهم لفقوا لها قضيه ومش عارف ايه وبتاع، وقالوا هنفضحك وهنعمل لك وهو ده اللي جاب لها اكتئاب في الاخر يعني قصدي اقول ان تجنيد الفنانين والكتاب والحاجات دي ده شيء، بانهم يمسكوا عليهم شرايط، يمسكوا عليهم حاجات. احنا عندنا اغلب اللي اشتركوا في 30 يونيو ممسوك عليهم حاجات، يعني هنهزر. ف... فهو مارلو ده المخابرات الانجليزيه جندته، كانت عايزه منه ايه؟ لان هو كاثوليكي. قالوا له احنا عايزين نعرف الكاثوليكي. كان عندهم خوف ان الكاثوليك عايزين عملاء لاسبانيا، وعايزين الاسبانيا كاثوليكيه، وعايزين وعملاء لفرنسا كاثوليكيه. فممكن قوي يعملوا مؤامرات لقتل الملكه اليزابيث. وكان في فعلا مؤامره كبيره جدا الملكه اكتشفتها، واعدمت ناس كتير قوي بسببها، وكان مشترك فيها السفير الاسباني وقتلوه كده، شغلانه كده. فاما جندوا مارلو ده انه يخترق الجاليه، او مش الجاليه، هم مواطنين انجليز، يخترق الاقليه الكاثوليكيه عشان يعرف لو في مؤامرات ضد اليزابيث. المهم ان هو تم اغتياله في خماره. واحد دخل عليه كده، انت ايه ديك ده بتك، قام اداله بالسيف ومشي. مين اللي قتله؟ في نظريات كتير. ما هي زي بقى ايه اللي القوا سعاد حسني من فوق؟ هل المخابرات الانجليزيه؟ يعني مين اللي رمى سعاد حسني؟ هل المخابرات المصريه؟ وارد. هل المخابرات هل حد من اللي هي كانت هتتكلم عنهم في المذكرات بتاعتها؟ مش معروف مين يعني. انا برجح المخابرات المصريه، لان دايما المخابرات لما يعني ايه، في حاجه اسمها يقول لك ايه، حتى في سلسله افلام اللي هي ريد، افلام بتاعت في سلسله افلام كده اللي هي ايه، ملف خطر، اللي هو لما بيكون عميل وخلاص بيعتزل وبيبقى عنده اسرار كبيره جدا، المخابرات بتاعته بتصفيه. كود ريد، كود ريد. بروس والاس، بطوله الممثل بروس والاس. الممثل ده انا بحبه قوي. عمل سلسله كود ريد دي، هو كان ليه سلسله قبل كده اللي هي داي هارد، جميله جدا برضو. عمل بعد كده سلسله كود ريد. كود ريد دي بتتكلم عن كده، بتتكلم عن العملاء القدامى للسي اي اي، اللي عندهم معلومات خطيره واسرار ممكن تحرج السي اي اي. فهم دول بيحاولوا يصفوهم، بيعملوا لهم ملف كده اسمه كود ريد، ان ده خطر. ريد يعني احمر، يعني خطر. فده لازم يبقى تحت السيطره على طول، او يتم تصفيته. فالمخابرات بتصفي دايما العملاء في نهايه المطاف، اللي هي بتخاف بعد ما يعتزلوا، وبتخاف منهم انهم يفشوا اسرارها. وممكن قوي برضو رأفت الهجان اللي سيادتك فرحان بيه قوي ده، ممكن المخابرات ايه اللي قتلته برضو، لانه عنده اسرار كتير جدا. ما تفرحش قوي شوف عملوا ايه في الراجل بتاع الدموع في عيون وقح ده، اللي هو جمعه الشوان. جمعه الشوان ده مش لاقي ياكل، وتفهمش برضو ممكن مين اللي قتله، او حصل له ايه، ما تفهمش برضه، لانه عنده اسرار. ده يعني ده انا ما بتكلمش على المخابرات، كل مخابرات العالم دي حاجه عالميه. لذلك ما تشتغلش مع المخابرات، حتى لو مخابرات بلدك، اوعى مالكش دعوه. قول لهم انا احارب اموت نفسي في الحرب ماشي، لكن ما اشتغلش جاسوس عندكم حتى لو مخابرات بلدك، لان في النهايه هتبقى نهايتك زي الزفت. لان عندك اسرار دايما كده. اللي عنده اسرار ده شيء خطير، شيء خطير انك يكون عندك اسرار يعني. هكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.